السلام عليكم. أنا اسمي راغدة علي. من المتدربات مع أستاذة مروة الإبياوي. أخدت معها كورس الدوبلاج. الكورس ده أنا استفدت منه كتير قوي، وأخدنا فيه تمرينات عملية كتير قوي. من أول وأهم التمرينات العملية اللي أخدناها كان تمرينات التنفس. اتعلمنا ازاي نتنفس بعمق، لأن التنفس بعمق أولا بيزيل التوتر، بيخلي الصوت يفتح، بيخلي مخارج الألفاظ أحسن. وتعلمنا كمان ازاي الوقفة قدام المايك، وضعية الجسم قدام المايك تبقى عاملة ازاي. وبعدين دخلنا في مرحلة الإعلانات، ازاي نمثل إعلان، ازاي نعبر عنه، ازاي نعبر عن كل كلمة في الإعلان، وازاي نوصل للمشاهد أهمية السلعة أو المنتج اللي احنا بنعلن عنه. بعد كده دخلنا في مرحلة دبلجة أفلام الكرتون. تعلمنا ازاي ان احنا نعمل بناء نفسي للشخصية اللي احنا بنمثلها، نقاط قوته وضعفه. آه، آم، المرحلة السنية، ازاي نجيب طبقات الصوت المتنوعة، سواء حد عجوز او طفل صغير. ازاي نعبر، وازاي ننوع في طبقات الصوت، وازاي نعبر عن انفعالات الشخصية. وبعد كده دخلنا في مرحلة الأفلام الوثائقية. ازاي قراءة النص الوثائقي، الالتزام بقواعد اللغة العربية، الأداء، الشكل اللي بنقول بيه النص الوثائقي. فكل دي حاجات أخدناها في كورس الدوبلاج. كمان أنا عايزة أتكلم عن الأستاذة مروة. أستاذة مروة شخصية جميلة جدا، لأنها بتحفز المتدرب معاها، بتشوف نقاط القوة اللي فيه، وبتشوف أحسن ما فيه وبتخرجه. فده بيدي للمتدرب ثقة، وبيخليه يطلع أحسن ما عنده. فالحقيقة يعني أنا الكورس ده فعلا من أهم الكورسات اللي أخدتها في حياتي، واستمتعت جدا بالفترة اللي أنا أخدت فيها الكورس ده. وعايزة أشكر أستاذة مروة، وكان فعلا كورس جميل ومهم. ويعني وكان مفيد جدا ليا، واستفدت منه كتير. يعني بالتوفيق للي هينضم للكورس ده أو الكورسات تانية مع أستاذة مروة. وألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.